اهلا اهلا، عاملين ايه؟ معاكم الهام الامام. تعالوا بقى نعمل اسرع واطعم مكرونه ممكن تعملوها، ويلا بينا نبدا. بسم الله. بصلايه صغيره وبحمرها كويس جدا لان انا عايزاها لونها ذهبي. فلفل ده مش اساسي بس انا بحب فيها الفلفل. انزل بقى بالطماطم. البهارات اللي هنحتاجها ملح وفلفل وكمون وكزبره ورشه سكر. واول ما تاخد غلوه انزل بقى بالمكرونه. 10 دقايق بالظبط. ال10 دقايق دول انا قلبت فيهم 3 مرات. كل شوية بفتح وبقلب تاني. شوفوا مش لازقة خالص، مفيش اي حاجة تحت. تاني اقلب كويس جدا واتأكد ان مفيش اي حاجة لازقة خالص. تمام. بحاول بس اخبي الفلفل عشان الطعم يطلع. انا ما بفتحوش عشان لو في حرارة بس والاولاد وكده، بس ياخد الطعم. اخر تقليبة وخلاص، وبطفي بقى عليها خلاص، يعني دقيقتين بالظبط واقفل عليها النار. لحد دلوقتي مفيش ولا واحدة لزقت تحت عشان طبعا كل شوية بنقلبها. بس كده. هنا بقى السر والتركية اللي بحبها قوي في المكرونة. فصين توم مع شوية زيت. دي بقى في حتة تانية، بتودي المكرونة في حتة تاسعة خالص، ضرب نار. واحط عليها معلقة كزبرة، معلقة صغيرة. وانزل بقى بيها على المكرونة بتاعتي. الله 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 على الطشة، الله! شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ ايه ده؟ فظيعة 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 بجد، فظيعة. وطعمها يجنن، طعمها يجنن، طعمها يجنن بمعنى الكلمة. جربوها وادعولي. شوفوا مفلفله ازاي وما بتلزقش. وانا كده هنا طفيت عليها اصلا. انا ال10 دقايق بالظبط بطفي، وهي لما تغطي عليها مع الطشه دي خلاص هي بتستوي. بس كده. شوفوا مفلفله ازاي. ممكن بقى تحمري جنبها بطاطس او بانيه على حسب الموجود عندك، وهي كده لوحدها مش محتاجه حاجه، فعلا جميله جدا لوحدها. بسم الله. ما شاء الله، جميله قوي. شوفوا الجمال، شوفوا اللون، تحفه. جربوها، واللي جربها يكتب لي في الكومنتات. طريقتها بسيطة جدا وسهلة جدا وسريعة جدا، بتتعمل في أي وقت بقى، جوع آخر الليل. في 10 دقايق بالظبط تكون جاهزة. نهدي بقى الإضاءة شوية عشان نركز في التفاصيل. شوفوا اللون يجنن، ومعاها بقى شوية بطاطس محمرة كده. سلام بقى، وبألف هنا.